معلش أنا في حاجة كل أمّا آجي أقولها كنت بانساها دايمًا في موضوع المقاطعة. فأنا عايزة أقول لجماعة اللي هم قطعوا عشان خاطر غزة، يا ترى قاطعتوا المحلات اليمنية والسورية والسودانية؟ السودانية لأ، السودانيين هم بيشتروا من بعض، ما فيش حد مصري بيشتري منهم، لكن أنا باتكلم بقى على المحلات السورية واليمنية. حد فيكم كمصريين قرر إن هو يقاطعها؟ أنا مقاطعة. قرر إن هو يقاطعها علشان خاطر بلده وعشان بيشتمونا، أكترهم بيشتمونا. ما تقوليش في منهم ولاد حلال، أنت إيش عرفك إن هو ولاد حلال؟ إيش عرفك؟ إيش عرفك؟ ها؟ يعني أنا مرة أولًا أنا قاطعتهم من أول ما لما دخلوا مصر خالص، ووقفوا بالسلاح مع الإخوان وقتلوا المصريين أو كانوا بيقتلوا المصريين مع الإخوان. ولو مش مصدّقني عندك السوشيال ميديا، عندك الجرايد، طالما أنت عامل فيها أعمى وعبيط وأهبل، أو مش متابع بقى ومغيّب بقى، دي حاجة تانية، قصة تانية خالص. أنا كمان مرّة في نفس الوقت المتزامن ده كان في محل بتاع استوكات وحاجات زي كده، حاجات اللي هي بتاعة التصدير دي. فكان في محل في شارع الهرم، كان وقتها بتاع مصريين، فجأة بقى لقيته اتملا سوريين، عمال سوريين. وفجأة أنا باروح المحل ده لإنه بيبيع قطن مصري يعني، مصريين وبيبيع قطن مصري، منتجات قطن مصري، حاجات اللي هي بواقي التصدير. فالمهم إيه، واقفة باشوف حاجة، بصيت لقيت الحاجات أكترها تركي، فباقول إيه ده! تركي! فالولد اللي واقف طلع سوري، وطلع المحل كله اتاخد من يعني حد سوري اشتراه، العمال كلهم سوريين واقفين. فباقول تركي، فقال لي: "آه وفيها إيه؟" قُلت له: "هو أنت سوري؟" قال لي: "آه." قُلت له: "وفيها إيه؟ أنت مش واخد بالك إن تركيا دي فاشخة بلدكم؟" فما عرفش يرد عليَّ. فقُلت له: "عمومًا أنا ما باشتريش غير من محلات مصرية، ومش باشتري إلا الحاجات المصرية، وما باشتريش تركي أنا ولا سوري. ولمّا بادخل محل في وسط البلد والاقي صاحبه سوري، ما بابقاش عارفة مثلًا وهاختار حاجة أشتريها، أول ما ألاقي صاحب المحل سوري باقول له: "لأ أنا مقاطعة السوريين." باقولها، يعني أنا باعلن موقفي. أو ألاقي حاجة تركية: "لأ أنا مقاطعة التركي، لأ أنا مقاطعة السوري، أنا مقاطعة." باعلن يعني باقول موقفي. طبعًا في ناس من الناس اللي حواليّا يقولوا لي: "آه برافو جدعة." وبعدين يضحكوا من ورايا عليّا وفي ضهري، يقولوا: "دي بنت عبيطة، دي بنت هبلة، دي إيه اللي مقاطعة دي؟ ده هي لوحدها اللي مقاطعة." هي الفكرة يا جماعة مش أنا لوحدي اللي مقاطعة، الفكرة إن أنا يعني باحترم نفسي وباحترم بلدي. فإذا كنتم أنتم مش محترمين نفسكم ولا بلدكم، فده مدعاة للشفقة والبكاء يعني. إذا كنتم أنتم ما بتاخدوش أي مواقف في حياتكم، فأنا ما أعرفش أنتم هتقابلوا ربنا بإيه. أنا دلوقتي طبعًا أنا يعني ما بقيتش مقاطعة لسبب بسيط، لمّا لقيت السيسي، الدولة المصرية، مش السيسي، الدولة المصرية يعني ب عاملة اللي هي الحوار الوطني، وبتتكلم مع الناس اللي هم خونة برخصة، وجايبة رسالة والرسالة اللي كانت موجودة في رابعة وغير رسالة يعني، وبتقول على محمد حسان الشيخ محمد حسان. أنا هاكدّر نفسي ليه؟ أنا مكدّرة نفسي بما فيه الكفاية من 2013. أنا عايزة أقول لكم على bright shoes، والله العظيم باتعذّب عشان ألاقي المصري، لإن المصريين ما بيحطّوش المصري، بيحطّوا التركي والأسباني، والتركي والأسباني غاليين، والمصري نفس الجودة وأرخص. وحتى لو مش أرخص أنا عن نفسي هادوّر على المصري، فبادوّر على المصري ما بالاقيش غير محل واحد بس، يعني كل فين وفين لمّا بالاقي فيه. فنرجع تاني لموضوعنا، فباقول المصريين، يا ترى يا مصريين يا اللي قاطعتوا ودمّرتوا اقتصاد مصر عشان خاطر غزة، وإن أنتم بتكرهوا إسرائيل أوي، أوي عشان إسرائيل وحشة وشريرة، لكن تركيا حلوة وجميلة، وسوريا اللي بيشتمونا حلوين وجُملاء وحاجات حلوة كده، و وعلمونا الشاورما. أصل اتقالت لي علمونا الشاورما اللي هي أكلة مصرية، أكلة مصرية والله العظيم. اقروا كده، شوفوا ادخلوا على صفحة التوثيق المطبخ المصري واقروا، واقروا حتى الأكل المسمين والأكل الحلويات الشرقية، حلويات مصرية صرف. حتى الكحك يا جماعة، الكحك فرعوني. الشمس التشكيلات اللي عليه دي هتلاقوها على المعابد الفرعونية والله العظيم. الشمس الشورى دي عبارة عن الشمس، أتون. فيعني ما علينا، ما علينا، ما علينا. فأنتم قاطعتوا
المحلات السورية. م? مش بيشتمونا اللاجئين، بيشتمونا في بلدنا وبيشتمونا اليمنيين في بلدنا وبيشتمونا. لا، على فكرة السفير وزير الخارجية اليمني كان مع سد النهضة ضد مصر، كان مع اثيوبيا ضد مصر. قطعتوا المحلات اليمنية؟ ولا زي ما اتقال لي في محل مرة، دخلت محل بتاع ملابس، يعني ملابس مصري، قطن مصري 100% برضو. فبعدين لقيت حاجة كده ما كانتش مصرية، تركي، كانت حاجة تركي. فبقول للبياع بقول له ايه ده تركي؟ لا طبعا انا جاي عشان اشتري المصري. ايه التركي ده؟ دي دولة معادية زيها زي اسرائيل. قال لي لا، دول مسلمين زينا. قلت له يعني انت عدوك لما يبقى مسلم يفشخك عادي؟ انا الكلام ده قلته في فيديو قبل كده. العدو لما يبقى مسلم يا جماعة يفشخنا عادي. لكن لو يهودي يبقى لا. يعني السوريين عشان مسلمين يشتمونا عادي، السودانيين مسلمين يشتمونا عادي. آه لما يجولنا بطائفيتهم واتنين سودانيين يدخلوا كنيسة، الكلام ده من سنة ولا سنتين، يدخلوا كنيسة في أسوان ويتخانقوا مع بعض عشان ده من طائفة وده من طائفة، وينقلوا لنا طائفيتهم وعنصريتهم. ده عادي؟ انتوا يعني انا مش عارفه، يعني انا مش عارفه برضو. انا زي هرجع اقول لكم لتالت مره، انا كل ما باجي اتكلم فجأة بهنج، الكلام بيقف هنا وبهنج، ما ببقاش عارفة اكمل الفيديو. بس انا بدعوكم تقاطعوا المحلات السورية واليمنية، واي محل فتحوا اللاجئين في مصر عشان يغوروا، ما يبقوش قاعدين على بلدنا خلاص. و... ومحميين في جيشنا وبيستعملوا يعني ومدعومين زي ما احنا مدعومين. وفي مدارس للأسف بتدخلهم ما يدفعوش فلوس، للأسف للأسف. وفي للأسف مدارس خاصة مصرية عاملة النشيد الوطني السوداني بعد النشيد الوطني المصري. أنا ما شفتش مهزلة زي كده، ما شفتش. ما شفتش. فيا ريت يعني قلبكم كده ينحركوا على بلدكم زي ما نحركوا على غزة. حاولوا تحبوا مصر شوية زي ما بتحبوا غزة، حبوها حبة زي ما بتحبوا غزة والنبي. يعني حاولوا تكرهوا اللاجئين اللي بيشتموكوا جوه أرضكم وعلى أرضكم وجوه بيوتكم وبيشتموكوا بيهزقوكوا خلاص. ويبقى قلبكم كده على مصر والاقتصاد المصري اللي هم برضو مدمرينه. يعني هم جم غلوا علينا الشقق، غلوا علينا كل حاجة، غلوا علينا كل عيشتنا، ويقولوا لنا احنا قاعدين بفلوسنا. انا ما شفتش فلوسهم فين دي، وهم مفشوخين كده على الحدود. السوريين لما كانوا على حدود الاردن مفشوخين خلاص. شوفوا عاملين ايه في اللبنانيين، شوفوا عاملين ايه في اللبنانيين. يلا يلا عشان مش عايزه اكمل.